السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات جريد 5. معاكم ميس غادة مدرسة المرحلة الابتدائية والإعدادية. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ في ويك 14. طبعا ده ريفيو خلاص على المنهج، كل سنة وانتم طيبين. أكيد بقى عملنا ريفيجنز كتير ومراجعات كتير على الفوكابلري والجرامر، وبنختم خلاص مع التيتشرز كلنا آخر شهر، وبنستعد للامتحانات نص السنة. فهنعمل إن شاء الله ريفيو مع بعض. أول حاجة لازم تعرفوها ان التشوز كله بيبقى متوقف على الفوكابلري، فياريت نكون اليونتس كلها بتاعتنا محفوظة. خلينا نبدأ على طول. نمبر 1: we enjoyed dinner at the Italian نقط bakery ولا theme park ولا restaurant ولا coffee shop. طبعا اول ما تلاقي دينر بريكفاست او لانش لازم تعرفوا ان احنا هنتكلم على الميلز الوجبات، فطبعا هتبقى في الريستورانت. طيب هنيجي بعد كده النمبر السؤال اللي بعده بيقول لي نقط are natural substances found in the earth. طيب زي ما احنا متفقين natural substances المواد الطبيعية بتبقى wind ولا minerals ولا sunlight ولا water. طبعا زي ما احنا متعودين هي المينرالز المعادن اللي هي الطبيعية اللي بتبقى موجودة في الأرض، فبنقول عليها minerals. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي نقط provides energy for plants to grow. wind ولا minerals ولا sunlight ولا water. خلي بالنا ان احنا بنقول energy for plants، اذا هي ايه؟ sunlight. برافو. السؤال اللي بعد بيقول لي نقط are used to produce electricity. ايه هو اللي بيدينا القوة او الباور اللي بتدينا الالكتريسيتي اللي هي كهرباء؟ الفوسل فيول ولا المينرالز ولا السانلايت ولا الووتر؟ طبعا زي ما احنا عارفين وقارين الدروس بتاعتنا كويس هي الفوسل فيول، فاللي هي الوقود اللي احنا بنطلعه من باطن الارض. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي orbits the sun once every year. ايه هو اللي بيدور حول الشمس في السنة مرة؟ هي الإيرث طبعا، الكرة، كوكب الأرض بتاعنا. طيب نخش بعد كده على read and complete the text. بيقول لي عندي cottages اللي هي الأكواخ، السكوير اللي هو خدناها ميدان، meeting مقابلة، animals يعني حيوانات. طيب زي ما احنا عارفين كده وشايفين ان احنا هنتكلم على الفاليج اللي هي القرى، لان هي دي اللي بيبقى فيها الانيمالز وفيها الكوتجز. طيب بيقول ان ذا فاليج اهي زي ما انا قلت بالظبط اهي in the village نقط people gather for a weekly نقط farmers bring fish produce and children enjoy watching the نقط nearby small نقط surrounded the area giving it warm and welcoming feeling. It's a place where neighbors connect and share stories about their daily lives. ايه هي بقى اللي بيحصل في الفاليج؟ خلينا نمسك الفوكابلري ونشوف احنا بنتكلم عليه بالظبط. in the village نقط people gather for a weekly. في الفاليج سكوير لو احنا جينا اتكلمنا على ميدان القرى او ميدان القرية هنلاقي ان people gather for a weekly meeting، بيجتمعوا دايما في مقابلة اسبوعية. تمام، فهتبقى اول سبيس هنكتب فيها سكوير. طيب هنيجي بعد كده ويكلي ايه؟ ويكلي ميتنج يعني مقابلة، لان ميتنج يعني اجتماع او مقابلة، فهنقول مقابلة اسبوعية دايما الناس بتاعت الكورة الفاليجز بيجتمعوا فيها. الفارمرز bring fresh produce وبيعملوا and children enjoy watching ايه بالظبط؟ watching the animals nearby. animals بتبقى طبعا ماشية مجاورة بينهم وقريبة منهم وحواليهم، مبيبقاش في مشاكل. هم متعودين على كده في الفاليج ان دي حياتهم بتبقى very simple، مبيبقاش في مشاكل بالنسبة ان الانيمالز تبقى nearby. طيب small a surrounded by the area. ايه اللي بيبقى محاط وبيدي giving it a warm and welcoming feeling؟ ايه هي؟ الكوتجز اللي هي الأكواخ المنظر بتاعها بيدي دفء وويلكمينج، فيه مشاعر كده اللي هو الترحيب في الأكواخ اللي بنشوفها في القرى بتبقى جميلة جدا، لأن احنا لسه قايلين إن الحياة في الفاليج بتبقى سيمبل وبتبقى بيسفول مسالمة إلى حد ما عندهمش هما التكنولوجي اللي احنا فيها موبايلات ولابتوب والحاجات السهر بتاعنا كل يوم بتاعنا، لا هما ناس بيبقوا very اكتف عاملين جدا وما عندهمش حتة ان هم يسهروا دي جدا. فتعالوا نشوف اللي بعديها. بيقول لي natural resources are materials we get from nature such as water with sunlight with soil and the minerals. They are essential for life, helping plants grow, animals survive and humans meet their needs. If we use them wisely they will last for future generation. تمام. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي but wasting or damaging them can harm the balance of nature. يعني استخدامهم بإسراف ممكن يدمر التوازن بتاع الطبيعة. فنمبر 1 بيقول لي the A is a natural resource
البلاستيك ولا الووتر ولا الكار ولا التشير؟ طبعا الووتر ده مصدر طبيعي كلنا عارفينه، مورد من الموارد الطبيعية. أما بقية الكلمات فهي طبعا لا تمت الصلة خالص بالموارد الطبيعية، فهي الإجابة الصحيحة هتكون بي ووتر. طيب نمبر 2 we protect natural resources، احنا بنحمي الموارد الطبيعية بتاعتنا to make life harder عشان نخلي الحياة أصعب، ولا to save money only عشان نوفر الفلوس أو المال، ولا to remove nature عشان نزيل الطبيعة، ولا to keep life healthy on earth، ولا عشان نخلي الحياة بتاعتنا طبيعية على الأرض؟ طبعا هي الإجابة الصحيحة هتبقى إيه؟ letter C. هنخش على بعديها، بيقول لي answer the following questions. أول حاجة name 3 example of natural resources، بيقول لي أذكر 3 موارد من الموارد الطبيعية اللي هو ذكرها طبعا في التكست قدامنا. طبعا هي الووتر والسانلايت والسويل اللي هي المياه وأشعة الشمس والتربة، وفي كمان المينرالز اللي هي الثروة المعدنية اللي بنلاقيها في باطن الأرض، إيه من الحاجات اللي ايه طبيعية. في منها طبعا بتجدد وفي منها مش بتجدد زي ما انتوا واخدين في العلوم في الساينس، وكمان الدرس ذكر كمان في الدراسات. فاذا التركيز ده مهم جدا، ممكن يجي على شكل باراجراف ان انت تتكلم فيه، فمهم ان انت تبقى عارف الفوكابلري بتاعته كويس جدا. هنيجي بعد كده على السؤال اللي بعديه، بيقول how can humans protect natural resources، ازاي الهيومن يقدر او يستطيع ان هو يحمي الناتشرال ريسورسز. ايه اللي هو بيعمله او ايه اللي ممكن يعمله عشان يحمي الموارد دي؟ بيقول if we use them wisely they will last for future generation، يعني احنا لو تعاملنا معاها بإحكام وما أسرفناش في استخدامها، احنا بس مش هنحافظ عليها الأيام دي أو لجيلنا بس، لا ده الأجيال اللي هي الفيوتشر جنريشن، أجيال المستقبل كمان. طيب بيقول لي بعد كده what might happen if we waste natural resources، ايه اللي هيحصل لو احنا ضيعنا او اسرفنا في الاستخدام natural resources؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا ده can harm the balance of nature، ده هيأثر على توازن الطبيعة، دي حاجة معروفة واكيد انتوا خدتوها في مرتين، مرة في الدراسات ومرة في العلوم او في الساينس للناس اللي بتدرس languages. طيب هنيجي بعد كده على السؤال اللي بعده، والسؤال اللي بعده طبعا زي ما انا قلت مهم جدا تكونوا عارفين فيه ترتيب السنتنس، ترتيب الكويستشن، لان هنستخدمه في ري اوردر. بيقول لي important مهم، minerals قلنا خلاص اللي هي المعادن او الثروة المعدنية، for building our strong bones. طيب طبعا نمبر 1 زي ما احنا متعودين هتبقى هي اول كلمه بكابيتال ليتر اللي هي المينرالز. هنيجي بعد كده ندور على المين فيرب اللي هو الفعل الرئيسي، او وات ايفر بقى جالي مودال فيربز او جالي هيلبينج فيربز، هي اللي هتكون موجوده بعد الايه السبجكت. فبقول minerals are important مهمه جدا لايه؟ for building strong bones. طب خلي بالنا كده هوت ان انت سياق المعنى او سياق الجمله مش هيبقى موجود صح الا لما تكون عارف فاهم المعنى عشان تعرف برضك ترتب الجمله بتاعتك. خلاص يبقى انت اهم حاجه برضك تكون عارف معاني الكلمات عشان تقدر تكون الجمله بتاعتك صح. طيب الجمله نمبر 2 انا بدات بالفوسيل فيولز، طبعا عشان اول حرف فيها كابيتال فقلت فوسيل فيولز provide a energy for transportation and factories، مهمه جدا عشان هي بتمد الطاقه لوسائل النقل وكمان المصانع. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. the bakery اللي هو المخبز، ايه هنيجي على المين فيرب اللي هو سيلز، برافو. بيبيع ايه يا ترى؟ بريد فريش ولا فريش بريد؟ ايه اللي هيتكتب الاول؟ هنكتب الادجكتيف، برافو زي ما احنا متعودين، الادجكتيف بيفور النون قبل الصفه، فهقول فريش بريد. برافو، بيبيع خبز طازج every morning كل صباح. طيب السؤال اللي بعده عندي live وسوامب and hunt واليجيتورز وفيش وين. طبعا خدنا اليجيتورز بردك يعني تمساح، اليجيتورز اللي هي التماسيح مالها هنكتب اني فيرب الاول. عندك تو فيربز هنا live واند hunt، طبعا and hunt ده هيبقى نمبر 2 في الجمله، لان انت لازم الفيرب اللي هيبقى مش قبليه and هو ده اللي هيتكتب الاول اللي هو live، يبقى هو alligator live in swamps and hunt fish، وبيصطادوا سمك. ليه خدت and hunt fish في الاخر؟ لان and دايما معروفه ان هي دايما بتبقى مع الاكزامبل نمبر 2 اللي هو المثال الثاني، فده هيجي قبل الايه المين فيرب الاساسي اللي هو live. برافو. The theme park اللي هي مدينة الملاهي، ودي اللي هنبدأ بيها الجملة بتاعتي عشان أولها capital letter، فهقول the theme park وأجري أدور على المين فيرب أو المودل فيرب أو الهيلبينج فيرب اللي موجود في الجملة اللي هو has، يملك ايه او يمتلك ايه. قال لي many fun rides، ليه بدأت هنا بالادجكتيف زي ما احنا متعودين، ما ينفعش اقول النون الاول او rides وبعدين fun، بكتب الصفة الاول وبقول fun rides، يعني عنده ألعاب ممتعة جدا. بعد كده اخش على questions اللي بعده، بيقول لي the weather is cold on winter، طبعا احنا واخدين فصول السنة والسنوات
بيجي قبلها ايه يا حلوين؟ بيجي قبلها preposition in. اما on بتيجي قبل الايام اللي هو days. طيب هنيجي على الجملة اللي بعديها، ولازم تعرفوا استخدام ال prepositions كويس جدا وتحفظوها. انت عندك 3 preposition مهمين جدا اللي هو in و on و at. طيب the date tree اللي هو شجرة البلح is tall نقط than the apple tree. هنا في comparative، في مقارنة بين two things. هنا هنستخدم ال ER ولا more؟ قلنا ال more هتبقى مع الصفات الطويلة، وال ER مع الصفات الايه؟ برافو، الشورت القصيرة والصغيرة. طيب number 3 بيقول لي reading is good than watching TV. هنا برضك في comparative، بس الصفة اللي عندي اللي هي long ولا هي short، دي هي irregular غير منتظمة. يعني ايه؟ يعني شكلها بيتغير وبتبقى better. اتفقنا؟ طيب number 4 بيقول لي the wool is a soft white plant that is used to make fabric. بيدينا قماش. ايه هو النبات اللي بيبقى لونه ابيض وناعم وبنصنع منه القماش؟ هو ايه يا ترى؟ هو الكوتون مش الوول، فبنصلحها. وده اللي بقول لكم عليه ان انت ضروري تعرفوا الفوكابلري، كلمات ومعانيها، عشان مش هتيجي في التشوز بس ولا هتساعدنا في التكست لما نيجي نعمل باراجراف، لا دي كمان ممكن تجيلنا في الكوريكت فورم زي ما احنا شايفين. وهنصلح وول وهنكتب ايه؟ هنكتب كوتون. برافو. السؤال اللي بعده بيقول لي the bakery، ده هنلاقي فيه معنيين. انت قدامك تكتب كلاب زي ما احنا متعودين وعارفين في الدرس بتاعنا ان كلاب بتيجي فيها السبورتس، الرياضات، سواء بقى playing فوتبول او باسكتبول او whatever swimming، كل دي بنلعبها او بنمارسها في كلاب، او ممكن في الهوتيل في الفندق بيبقى فيها large swimming pool. فانت عندك ال two answers دول هيبقوا صح في السؤال ده. هنيجي بعد كده على البانكتويت، بيقول لي نقط the swamp was dark and cold. طبعا هنيجي على اول وورد نعمل لها كابيتال لللتر بتاعها، بعد كده هنبص كويس في السنتنس، هل انت فيكي كلمات تانية هتتكبر زي مثلا names او countries او days او month، دول كلهم بيتكبروا مفيش. طيب هنيجي بعد كده نحط فول ستوب ونخش على question number 2. alligators were swimming near the boat. طبعا alligators ايه؟ بقية السنتنس ما فيهاش حاجه، ونحط في الاخر فول ستوب لانها سنتنس مش question. هنيجي بعد كده على number 3 بيقول لي are fresh fruits good for health. هنا بقى بدأنا ب are، يبقى اذا ده question، فهعمل كابيتال لللتر، وبعد كده هاجي على طول على نهايه الجمله واحط فيها question mark لانها سؤال. خلي بالكم من الخطين دول انا بحطهم بس تحت نهايه الجمله عشان اعرفكم انتوا بتحطوا في النهايه ايه، مش عشان انتوا لازم تعملوا كده في الامتحان ما تتلخبطوش. هي بتتحط بس كتذكره ليكم ان انتوا ما تنسوش تحطوا في الاخر نقطه او question mark. يعني انتوا ملزمين ان انتوا تعملوا الخطين دول في اخر السؤال، في اخر الانسر، عشان اتسالت على الخطين دول كتير. طيب هنيجي بعد كده بيقول لي write a paragraph about 40 words using the following guiding elements. عندي fresh air وfields calm place وEgyptian villages. طيب احنا اتفقنا ان انت من الحاجات المهمه الامبورتنت اللي هتجيلك في الامتحان هي لا اما الادمنستريتيف كابيتال العاصمه الاداريه، او الفيليجز Egyptian villages القرى المصريه، او زي ما احنا قلنا هنيجي لنا الناتشورال ريسورسز الموارد الطبيعيه. دول اهم 3 باراجرافات ممكن تجيلك في الامتحان، فتبقى حافظ فيها جمل من الدروس بتاعتك او vocabulary او text whatever sentence انت متعود ايدك تكتبها او متعلقه معاك، لازم تكون عارفهم تكتبهم في الباراجرافات دي اللي انا برجح ان هيجيلك واحد منهم. طيب هنيجي نقول نشوف احنا كاتبين ايه هنا. قلت Egyptian villages have green fields يعني حقول خضراء and tall trees وأشجار طويلة. The place is so calm هادئ جدا and the air is so fresh. ممكن تخش بعد كده تكتب بقى ان كمان السكاي بتبقى clear صافية. ممكن تزود ترتجل من عندك كلمات انت اوريدي حافظها وتدخلها في جملة، تزود من القطعة بتاعتك، مفيش مشاكل. قلت هناك كمان البيبول بيبقوا are so friendly، بيبقوا ودودين جدا وطيبين. هناك there يعني هناك. farmers keep animals وفلاحين طبعا keep animals like cows sheep and chickens. ممكن انت تشيل الاكزامبلز ده وممكن تكمل فيها عادي، لان انت مطالب انك انت تزود زي ما انا قلت في الكلمات عشان الباراجراف بتاعك يبقى كبير. بعد كده بيقولوا بيربي يا ترى الفارمرز بيربي الحيوانات الانيمالز بتاعته فين؟ in the barn، لان barn برضك من الكلمات اللي اوريدي انت المفروض واخدها وحافظها في اليونت، فمفيش مشكله ان انت تكتبها وتزودها معاك في السنتنس. والجمله الاختتاميه بتبقى سيمبل كده وهاديه وما فيهاش كلمات كتير، بتقول بقى life in a village is peaceful and simple. السنتنس دي انا جبتها لان هي موجوده في اليونت عندك وفي الدرس بتاع الفاليج، فاوريدي انت عارفها، فلازم تكتبها كجمله اختتاميه او حتى كمقدمه للباراجراف بتاعك عشان توري التيتشر بتاعك ان انت مذاكر.
وبكده يا حبايبي نكون احنا خلصنا الريفيجن وحلينا كام سؤال كده ريفريشمنت على اليونت. وما تنسوش الدعاء ان احنا ندعي قبل الامتحان وقبل ما نخش نكتب اي اسئله ونراجع مره واثنين وثلاثه. وما تتسربعوش، يعني ما فيش حد يستعجل يقول انا هخلص اول واحد عشان امشي، لا انتوا كلكم لازم تقعدوا لحد ما الامتحان يخلص وتراجعوا اول باول. لازم هتلاقوا حرف ناقص في السبيلنج، هتلاقوا سؤال ما اتحلش، محدش يجري على طول يخلص. وارجوكم نراجع كويس جدا على الجرامر. ما حدش يقول الجرامر ده سهل جدا او معنى صح مش بيجي في الامتحانات كتير. انا اهم حاجه عندي الكلمات، او اهم حاجه عندي ان انا اكون عارف جمل ارتب. لا انت مش هتعرف تخش تحل سؤال الري ارينج اللي هو الترتيب، ولا سؤال اللي تشوز، ولا حتى تكتب في الباراجراف لو ما كنتش عارف لا جرامر ولا عارف فوكابلري. فالانجليش مهم، اهم حاجتين فيه هو ده، تحل كتير على الجرامر، تحفظ كلمات كتير، لان الانجليش متصل ببعضه في كل السنوات. محدش يقول سنه 5 ليها كلمات وهطلع سنه 6 كلمات تانية، لا الانجليش كلمات والفيربس بتاعته الجرامر بتاعه متصل، وكل سنه بنضيف لك كلمات، مش بننقص كلمات ولا بنضيف جرامر كتير، هو بيبقى هو نفس الجرامر بس بناخده بتوسع. خلاص حبايبي، واتمنى لكم التوفيق يا رب العالمين. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا لي شير في الخير، ولو في اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس وهرد عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. has نقط a large swimming pool. البيكري هو المخبز اللي عنده swimming pool. احنا النهارده هنا هنبص في السؤال